السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير والامور ديالكم هانيه ان شاء الله. عندكم السمك ديال التونه في الدار وحرتوا شنو توجدوا به. اليوم جبت لكم فكره الغديوه بسيطه وسهله اللي هي كريات ديال التونه مع الرز والخضر. كما كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. كنحتاجو بطبيعه الحال سمك التونه، فالكميه كتبقى على حسب عدد الافراد. وكنحتاجو هنايا الخيزو قطعناه دوائر، كنحتاجو الرز من بعد ما سلقناه، ومطيشه حتى قطعناه دوائر، الفلفله كذلك. كنحتاجو 2 مطيشات محكوكين، الحامض هنايا مقطع دوائر، شويه ديال الحامض معصور، وفصوص ديال الثومه، الهريسه، الزيتون. هنايا كما كتشوفوا ورقه سيدنا موسى وقزبر ومعدنوس. بالنسبه للمقادير فكن العطريه عفوا كنحتاجوا مليحه، بزار، تحميره، خرقوم، سكينجبير. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. فالطبق ديال اليوم سهل جدا وبزربه كيتحضر. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرول وغنديروا فيها الزيت ديالنا، ونوضعوا فيها قزبر ومعدنوس. غادي نزيدوا الثومه وغادي نزيدوا العطريه ديالنا ونخليو داكشي يتقلى مزيان، ومن بعد عاد غادي ندوزوا للتتمه ديال الوصفه.
فهنايا من بعد ما طحنا سمك التونه ديالنا غادي نضيفوا عليه فصوص ديال الثوم محكوكين، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نضيفوا العطريه ديالنا. فصدقوني هاد الطبق كيجي زوين بزاف الا كنتو مزروبين وعندكم سمك التونه بوفره فتقدروا ديروه. غادي نضيفوا شويه ديال الحامض معصور صافي، ونخلطوا المكونات ديالنا. هنا ضفنا شويه ديال الزيت، وعاد غادي نبداو نضيفوا الرز اللي سلقناه نص سلقه بشويه بشويه، وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على خليط ما كيكونش فيه الرز بزاف بطبيعه الحال. فهنايا من بعد ما طابولنا الخضر ديالنا، غادي نبداو نصايبوا الكويرات من التونه والرز اللي صايبنا، حيت التونه دغيا كطيب، داكشي علاش كنخليوها هي الاخرى باش ما كتحلش لينا. فكنسبقوا الخضر، تقدروا ديروا حتى بطاطا الا بغيتوا الا كانت عندكم، وكنستفوا هذوك الكويرات فوق من الخليط ديالنا ديال الخضر صافي، وكنخليوها حتى كتشد راسها وكطيب وكنطفيو عليها. فهذا هو الشكل النهائي ديال الاقتراح ديال غديوتنا اليوم. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه في المنازل ديالكم. كما شفتوا راه ما كيستغرقش وقت كبير ولا مجهود كتير، بالزربه كتحضروه وكيجي معلك ولذيذ. ما تنساوش تخليو ليا التعاليق ديالكم الى عجبتكم الوصفه ولي كومونتير الغزالين، وخليتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.